الشيخ هو الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، إنه العلامة الإمام صاحب المذهب الشافعي رحمه الله، هذا هو الشيخ. أما إن سألت عن التلميذ فإنه إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. انظروا لهذه الحادثة التي حدثت بينهما، من الضيف ومن صاحب المنزل؟ الضيف هو الشيخ الشافعي، الشيخ يزور تلميذه أحمد بن حنبل. كم في مذهبهما من خلاف، وكم في المذهبين من اختلافات، ولكن انظر إلى القلوب السليمة، وانظر إلى الصدور السليمة، وانظر إلى النفوس الطيبة، وانظر إلى الأخلاق فوق هذا وذاك. الشافعي ضيف على تلميذه أحمد بن حنبل، زاره، فلما جاء الليل لم ينم. من الذي لم ينم؟ لم ينم الشافعي طوال الليل. تعرفون لما لم ينم؟ بعد العشاء ذهب إلى الغرفة، الشافعي في غرفة لوحده ضيف، لكنه لم ينم طوال الليل. فسأله أحمد بن حنبل: لما لم تنم؟ تعرفون ما الذي أجاب؟ قال: لأن الغرفة كان فيها مصحف في وسطها، غرفة صغيرة ما في مكان ينام، وكان في الوسط مصحف. فقال له: لما لم توقظني؟ طيب يعني يا أحمد اسأل شيخه، يعني يا إمام لما لم توقظني أزيل لك المصحف؟ فقال: لم أرد أن أقلق منامك. الله أكبر، ما أردت أن أزعجك في المنام. فقال له الإمام أحمد: يعني يا إمام إذا لما لم تزله بنفسك؟ إذا ما تريد توقظني شيل المصحف ونام. قال: ليس من حقي أن أمد يدي إلى شيء لا أملكه. الله أكبر. نعم يجوز، ولكنه الورع. نعم يجوز، ولكنه الخلق، ولكنه الأدب، أدب الشافعي مع من؟ مع تلميذه أحمد بن حنبل. تعرفوا ماذا فعل الشافعي؟ لأنه لم ينم قام يصلي طوال الليل، من أول الليل إلى الصباح وهو قائم يصلي. ثم قال عن نفسه الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. فرد الإمام أحمد على شيخه: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، كفانا الله من شر البضاعة. نعم، هذا هو الإمام مع شيخه. بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر، الإمام أحمد يسأل شيخه الشافعي يقول: يا إمام ابنتي لاحظت عليك 3 أمور مباشرة، ما في واحد يعني في قلبه على أخيه شيء. إذا كان في قلبي على أخي على طول أقول له، ما أكتم في قلبي، إما أزيله وإما أخبره أصارحه. قال: ابنتي لاحظت عليك 3 أمور. قال: ما هي يا أبا عبد الله، ما هي؟ قال: لاحظت عليك أولا أنك أكلت كثيرا، يعني ليست العادة، عادة الصالحين ما يأكلون هكذا، أكلت من طعامنا كثيرا، ليس بخلا من الإمام أحمد، ولكن يريد أن يستفيد من الإمام الشافعي. قال: ولاحظت عليك أنك لم تصلي 2 قبل أن تنام، ثم لاحظت عليك أنك صليت الفجر وما توضأت، ما طلبت ماء للوضوء. فقال الإمام الشافعي: قال: طعامك لا يدخله الحرام، فهو دواء لا غذاء. أنا أكلت كثيرا لأن طعامك ليس غذاء، طعامك دواء يبرئ الأسقام والأوجاع والأمراض، ولهذا أكلت من باب أنه دواء، أعلم أنه طيب وأنك لا تقبل إلا الطيب. قال: ولم أصلي 2 لأنها لم ترني، أغلقت الباب وصليت حيث لا يراني أحد. أما 3 فأنا لم أتوضأ للفجر لأني لم أنم طوال الليل، صليت الفجر بوضوء العشاء. صدق الإمام أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، كفانا الله من شر البضاعة. هذا فقط مثال واحد من خلق الشافعي مع الإمام أحمد. أين أخلاقنا اليوم؟ أخلاق طلبة العلم بين بعضهم البعض، أخلاق التلاميذ مع العلماء والشيوخ، أخلاق الناس مع بعضهم البعض. أين الخلق اليوم؟ هل نحتاج اليوم إلى كثرة علم
العلم مطالبون به، لكن نحن إلى الأدب أحوج من العلم، نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم. الأدب الخلق، فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم، بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قبل التعليم التزكية، التربية، التطهير، تعليمهم الخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إيش نستفيد من إنسان يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره، ولكنه ينفر عن دين الله، خلقه سيء، جافي، عاق لوالديه، سيء مع جيرانه، قاطع لرحمه، نفر الناس عن دين الله؟ إيش نستفيد منه؟ هذا علمه في صدره، ولكن للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره.